عشية عيد الفطر تشهد صالونات الحلاقة حركية واسعة يضطر فيها البعض لطلب المواعيد مسبقا. تسريحات بأشكال وأنواع وبمختلف الأسعار تصل إلى 5000 دينار جزائرية. رانا مع سمانة العيد راكم تشوفوا لاشارج ما خدمة راهي بالتليفون باش يحكم السيد رونديفو. لاشارج راهي انا نخرجوا على 4 5 تاع الصباح نولوا على 9. وكاين كيما نقول لك لي كوب من كل الاسعار والانواع. السلم كاين تتقاملهم حتى نقولوا اونتر 30000 حتى ل 50000. هذه تحليقة تحليقه اي ما كاش لي سوبليمون ولا اللي يحب يدير لي ماسك لي بروتين ما على باليش هذوما نقولوا حتى ل 500 تستعملك 500 400 معاه. اليوم توالي يكون لا شارج كذا منه تسمى لازم تعيط له باه تحكم بلاصه. راهي كل تحليفه وكيفاه رانا درنا ديغرادي كيما هذه انا كتستعمل لي 40000 وكل واحد شحال تستقبلوا. كاين اللي يدير كيراتين يزيد معاها الماسك كذا منها. كاين اللي يستقبل 300 400. وحنا الحلاقه هذه جونغ تقليد كل عام اللي كنا صغار ولفنا قبل العيد لازم نحفوا لازم الانسان يتهلا في روحه باش الانسان يكون يوم العيد بري باش يقابل الناس في احسن صوره ان شاء الله. الاهتمام بجمالية الشعر لا تقتصر على فئة الشباب والمراهقين، فتصفيف الشعر وتسريحه بطريقة عصرية أضحت موضة تستهوي كل الفئات العمرية. مام الكبار ولا يحبوا يتهلاو في روحهم كما قلت تطوروا على حساب الوقت. يدوموندي لك ديغرادي خفيفه سيشوار ليسور شامبو شويه سبيسيال. كبار كاين اللي يجي الناس دير بروتين لي ماسك تبدلت الحاله يجي ينحي واحد الشعر تاع الوذن ينقي روحه مش كما بكري كانت يضرب كلش بولان اويرو وكتبدلت شويه. الاهتمام بالهندام والشعر ظاهرة جميلة يتميز بها الجزائريون في المناسبات الخاصة والعامة، لكن الأجمل من هذا وذاك أن تتناسب هذه الأناقة مع هوية المجتمع الجزائري.